والذين هم إلا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحرام العالي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين
ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا
شركاء دار شرفي في عالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي ضرنا به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة طارت في هيكل محمود، فتعرضت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم باعتراض التكريم. اللهم صل وسلم وفرح الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم المسجد والواسع، تجلي القضاء بانتشار فضله للغريب والشافع، وله الحمد الذي لا تبقى صفاته بتعداد، ولا يمل تمامه بكثرة الأعداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الألوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله وهذا الحبيب. يا قلب مسرور تتولى بحبيب عمنا جل من شرب الوجود بنور ومن كان بهجة وجمالا. قد ترقى في الأصناع والمقام وترقى في مجده وتعالى بارد والعيون في مجدا وشهد كامل يزيح الضلال، وهو من فوق البلاد ورفعة في شهوده وكمالا. فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان من يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعظم معاني الجلال إن انتشر منه في عالم الحضور والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم، بشر آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
وما وسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العمل الذي وفى بعبد العبودية وغرز فيها في خلعة الكمال وقام بعبد الربوبية في مواطن الخدمة لله وقبل عليه غاية الأقدار صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويلزم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين صلاة المجد لغرده وتفيأوا إلى شرور نصره بوجهه وحبه ما أعطر الأبواب من الشريط الكرام والأسير. التقاديم والتكريم فبلغ الأولى الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فلقد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عامل وصف الكمال المطلق وصف التام والزين فتلقى ذلك الجمال الميمون في الأصدار الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت سعيه الله النعمة فهو الكمال التام الذي يتلقى فيه البروج يتشرف به موت واستقراره وموت الخروج فقد غلط الأقدار الأزلية بما قدر وصلت من سر هذا النور وقرب وغصلت به من خزفت فكان مستغرقا بالأسباب الفاخرة الأرحام الشريفة الطاهرة حتى ترز بعين الشهادة وأشهد أن لا البشر ونورا عين الأفكار وتعلم الأبرار من هذه الحروف بأي رقم فيها الراسمة ولديه العجائب ذلك النور معروف فإن كانت المسؤولات في عشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين بخواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فإنها تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري بما أخذت مثل أشراف المخلوقين وما أكرم الله في مولده من الفضل الذي حمل العالمين وبقيت رايته في الأرض منشورة على
الشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء يوم نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وقد تعددت الرواية بأنه أمر الخلق وجودا وأشرافها موجودا ولما كانت السعادة اليمنية لها ملاحظة خفية يختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت النور المبين فتنقل هذا النور يوسف بآدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصل يضيع العلم الكريم إلى من خصصه بتكريم نبي الكريم على الابن على المطلب في القدر العظيم وأمي التي في المخالف آمنة السيدة الكريمة آمنة بدل الله صلب عبد الله فقام بطنها ولا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن بعد بالإيمان والمبنونا والجارة المغفورة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقلب نور الشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى تقاطع غير كنوزه وكل دابة لقريش نبعت بوسع العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأقدر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه في العالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تلقي في البطون والظهور وأنزل الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وفوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربان وحياة الحبيب علت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار وجود الليل على آل الوجود تهيج وألسنة الملائكة بالبشير بالعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا قدرة عشقا من هذا المسرور ليغرز
ولقد قصنا بما أنزل الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين علما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الأخلاق السهل ولفظ المنتوي على المعنى الجازم إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سعودة أخلاقه الأيمن الغنية التي تنبعث منها غرائز الأنبياء من البرية ومن مشرقه تذكرت الطرق والمنازل وبعمد ذكره صلى الله عليه وآله وسلم تطيبت المجالس والمحافل وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه الأشراف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا هو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أنصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على مجلسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدبير ما فات العلم بوقائع ولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العمل المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسبك مني أن أمسك عينك القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من براري الأنصار محمد أن يعقولها فأجل إلى الله وأسئلة سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعيدي مشكورا وفعلي فيه محمدا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يوم إليه تتوجه الأعمال فتحا ظافرا وعلى باب عزيزته يتعطر على شهاب الخلق غامرا فتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين محمد الصادق العليم وسيدنا محمد الذي حمل رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الجنات الكاملة مستودع أمانة وفي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بالأجمال المحمود لك والمخصص بالشباب الأفكار فيه كل موطن بمواطن الأرض والنهار قاسم يمتلك في عباده مساقب وأجل رشادك لأهل بدارك سيد الكونين أشرف التكلين العمل المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى تعدم به بالأحباب. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن لا يدخل في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايته وأن تحفظنا فيه
بك من رعايتك واصين بقايتك أن تبلغنا من شر الغرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتتقبل منا ما تعرضنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عروة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السائلين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نضعك عنك في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميعا يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل منا بالغفران أن نقابل منا بالغفران أن نقابل منا بالغفران والوسع بالأحسان والسائل المسائل المؤمنة أن تجعلنا من نصرات الحبيب ووازره وله ظاهره وعما ببركاته وشركاته أولادنا وملكينا قال ربنا ودين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات قال ولا تبديل القريب في جميع الأعضاء المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بعلم معمورة بعد المصورة واشف اللهم ظلمة المظلومين وهدي إلينا المدينين توبة المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتنا على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وارزق عدل اهل الحق في جميع النواحي والاعضاء غيرهم بعيد من عندك ونصرف على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحزن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحزن العظيم من جميع البلايا وفي العز المدين من الذنوب والخطايا وادمنا في الاعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالاجساد والارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منسوب اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى عطائك وبلائك وقدارك من الصابرين ومن الحلال الرزاقين وعن الحرام معصومين ومن الجنان مناعمين وعن النار مباعدين والى وجهك ودين نبيك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا الله إليك مردا جميلا ردنا الله إليك مردا جميلا ردنا الله إليك مردا جميلا ولا تجعل الأمر الشيطان علينا في سائر الحلال ولا عند الممات ولا بعده ولا قبله ولا بعده غير بلا سبيل وأمن الله بقراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازلا وأجرا منك عظيما رغبها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وغفرناه وأعلمناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين المخلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصبيان المعتقين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناهنا بسببهم بلغنا القرآن العظيم من أجله وجهادهم ولم تعالم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقالهم من أمة المسلمين كافة عما من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكتائهم واسع جنتك ومحال رحمتك ودارك رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجبر ميزاننا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاه اعمالنا واعلى الايمان والاسلام جمعا ضافنا وانت راض عنا ولا تحيل اللهم في غفله ولا ناخذنا على اخره واجعلنا اخر كلامنا الى الدنيا عند النهايه جارنا قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وارفعنا ونفعنا بها يوم لا ينفع بنون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ثم الى ارواح ابائه واخوانه من النبيين والمرسلين والى الملائكه المقربين والمقربين والى ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والى ارواح كل ولي ووليه من مشرق الارض ومغربها برها وبحرها بينما كانوا كائنوا في علمك وحلق اللهم يا مولانا يا رب العالمين والى ارواح ساداتنا على المعنى وشبيك والبقي وامه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلسله الاحرمات الشيخ عبد القادر الجيلاني اللهم صل وسلم على الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السقط المالكي والشيخ ابو صالح الغلط والشيخ محمد بن عمر بن عشمع المنجل والشيخ محمد زين بن عبد الله والشيخ خالد بن خالد السلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا مولانا يا رب العالمين افضل الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم خاتم جميع الاولياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله